كريم رسول الله والله أكرم، فهل فقير بين الكريمين يحرم؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. يلا بينا بقى نعمل النهاردة وصفة حلوة قوي وموفرة واقتصادية، وهتعمليها بكل سهولة في الكيس كده، وهتشكليها بكل سهولة من غير تعب ومن غير مجهود ومن غير مقادير كتير ولا اي حاجة. يعني بتمن ربع كيلو هتعملي كيلو، وبتمن سندوتش واحد منها هتعملي 8 9 سندوتشات بطريقة موفرة جدا وجميلة جدا. ويا رب الفيديو يعجبكم. ما تنسيش الاول تعملي لايك وشير ولو الفيديو عجبكم، ويلا نقول بسم الله ونصلي على رسولنا الكريم ونشوف مقاديرنا. معايا هنا 3 قطع من صدور الفراخ، اللي هي حوالي 150 جرام. انا بوريهم لكم على الميزان اهو، 150 جرام بالظبط من شرايح اللي هي صدور الفراخ. وتقدري تستخدمي بدل الصدور تقدري تستخدمي وراك، بس وراك مخلية طبعا من الجلد ومن العظم. زي ما انتوا شايفين كده 150 جرام. يعني مقاديرنا بسيطة جدا وغير مكلفة وهتديكي النتيجة روعة، بس اتبعي الخطوات وتابعي الفيديو للآخر علشان ايه تعرفي كل التكات بتاعتها. زي ما انتوا شايفين كده هبتدي بقى اقطعها حتت كده مكعبات صغيره كده، بحيث ان انا لما احطها في الكبه تتفرم معايا بكل سهوله. ولو ما عندكيش الكبه تقدري تعمليها في المطحنه بتاعه الخلاط. هنا حطيت قطع الفراخ، وهنزل عليهم بمعلقه كبيره من اللبن البودر، بيدي تيست وبيعلي التيست بتاع الوصفه. ونص معلقه كبيره من بودره مرقه الدجاج اللي هي البودره من عند العطار. تقدري لو ما عندكيش تقدري تستخدمي مكعب من مرقه الدجاج. وهنزل بقى عليهم على كل المقادير دي بنص معلقه من الثوم البودر، ونص معلقه من البصل البودر، نص معلقه صغيره من الثوم البودر، ونص معلقه صغيره بصل بودر، ونص معلقه صغيره جنزبيل، ونص معلقه صغيره من الفلفل الاسود. وهحط نص معلقه من البيكنج باودر، وربع معلقه سكر، ومعلقه صغيره من الملح. وان شاء الله هكتب المقادير دي كلها في صندوق الوصف، وتقدري ايه تجهزيها كده قبل ما تشتغلي. والمكون بقى اللي معايا اللي هيزود الكميه دي كوبايه من الحمص المسلوق. يعني ده حمص الشامي العادي اللي احنا بنشربه عادي. تقدري تستخدمي بداله الفاصوليا البيضة. ده الحمص هتسلقيه، هتجيبيه تنقعيه لمدة مش اقل من ساعتين وتسلقيه، بس تسلقيه سلق جامد. يعني ايه مش مجرد ان انت زي الحمص الشامي اللي بتاكليه، لا اتكي عليه شوية في السليق علشان يتفرم معاكي بسهولة كده، ويدوب مع قطع الفراخ، ويكون كده إيه يعني ملمسه حلو كده زي الفراخ، يعني يتعجنوا مع بعض كويس. واهم حاجه تفرمي فرم كويس، يعني الخليط لازم يكون ناعم معاكي. وفايده نص معلقه البيكنج باودر ان هي هتديله هشاشه من جوه كده، مش عشان ما يبقاش مكتوم. زي ما انتوا شايفين كده الوصفه بكل سهوله، مش هتاخد معانا يعني مقادير كتير ولا حاجه، وهنعملها بطريقه اقتصاديه. بقولك بتمن ربع كيلو هتعملي كيلو. كوباية الحمص دي بعد السليق وزنها حوالي 200 جرام. زي ما انتوا شايفين كده هبتدي بقى ايه احطها في الكيس علشان ايه اشكلها يعني تتشكل معايا بكل سهولة. تقدري تشكلها بايدك، بس هتاخد معاكي وقت وهتغلبك كمان، وهي لان الخليط ملمسه طري شوية فهيضايقك في التشكيل. وكمان لو جيتي تستخدميه وهو طري كده في البيض والخلطة المقرمشة يعني او البقسماط هيضايقك ومش هيبقى كويس. فهنشوف الطريقة اللي هنعملها بيها. الطريقة دي هتبقى حلوة قوي في التشكيل، وهتبقى ايه سهلة كده وسريعة. هبتدي هبططها كده في كيس من بتاع اللي هو كيس اللبن عادي يعني، كيس من بتاع السندوتشات، كيس تلاجة. هنبططها كده بسمك نص سنتي، على حسب بقى ما تيجي ايه طولها معاكي في الكيس. بس المهم ان السمك بتاعها يكون السمك بتاعه يكون نص سنتي، ويكون بقى السطح بتاعه متساوي كده، مش يمه تخينه ويمه رفيعه، لا حاولي ايه. ولو معرفتيش تسويها بايدك تقدري تعمليها بالنشابه. زي ما انتوا شايفين كده هتتسوى معاكي بكل سهوله. وبعدين هحطها في الفريزر لمده من ساعتين ل3 ساعات.
يعني هحطهم كده، هحط الكيس كده على صينيه وهحطه في التلاجة من ساعتين ل3 ساعات. وهنبتدي بقى نشوف معانا الخلطه اللي هنعملها. معايا حوالي تلت كوبايه من الحليب، ونزلت عليهم ببيضه، وهنزل عليهم برشه من الفلفل الاسود، وكمان نص معلقه صغيره كده من مرقه الدجاج اللي هي البودر. هي فيها الملح بتاعها، يعني انت مش محتاجه تحطي ملح، هي بتبقى فيها ملح. بتدي تيست كده، وبتعلي من تيست اللبن والبيض، وبيبقى طعمها حلو كده لما بتيجي تعملي الكفر بتاع الاصابع الفراخ اللي هنعملها دي. زي ما انتوا شايفين كده هبتدي هطلعها معايا. هي كده اتجمدت، لان بصراحه انا كنت يعني انا عملت كده تاني يوم، انا كنت لان انا كنت عاملاها بالليل، فما استخدمتهاش غير تاني يوم. هبتدي كده هفكها، بس انت ايه برضو ابقي سيبيها حوالي يعني ربع ساعه او 10 دقايق على ما تبتدي تفك منك شويه، عشان لما تيجي تقطعيها تتقطع معاكي بكل سهوله. هنا انا هشيل طبقه الكيس دي كده، وهبتدي بقى اقطعها. بس يعني انا جيت اقطعها بالسكينه كانت مجمده معايا شويه، فانت بقولك ابقي سيبيها ايه من 10 دقايق لربع ساعه. فاللي نفع معايا بصراحه المخرطه بتاعه الملوخيه، هي اللي نفعت معايا في تقطيعها. هتعمليها بقى صوابع بالشكل ده كده، بسمك حوالي سنتي ونص كده، وتقطعيها بالطول بالشكل ده كده. طبعا تقدري تقطعي الحجم اللي انت عايزاه، او تقدري تعمليها مربعات، او او صوابع كده زي ما انا هعملها. بس هي بصراحه طالما هنعملها سندوتشات يبقى هي دي ايه احسن طريقه. زي ما انتوا شايفين كده بتطلع معايا طبعا عشان هي متفرزه، ف... فبتيجي معايا ايه بكل سهوله كده. الوصفه جميله جدا، ويا ريت تجربوها وتكتبوا لي في التعليقات بجد. وموفره جدا، يعني اقتصاديه بالدرجه الاولى. يعني بتمن كيلو بتمن ربع يعني بتمن ربع كيلو هتعملي كيلو كامل. هنا زي ما انتوا شايفين كده هبتدي بقى ايه اجيب الحليب والبيض. ومعايا هنا الخلطه المقرمشه اللي بتيجي من عند العطار. إيه، انا كنت جايبه الربع كيلو ب5 جنيه يعني. موفر جدا. تقدري لو ما عندكيش تقدري تستخدمي بقسماط عادي، مفيش اي مشكله. بس الخلطه دي بتديكي زي الجاهزه بالظبط. ببتدي احط في الحليب، وبعدين في الخلطه دي اللي هو الكورن فليكس المجروش، او لو عندك كورن فليكس، او لو عندك اللي هو الدوريتوس. بس طبعا الدوريتوس دلوقتي بقى غالي، مش هتعملي بها الفراخ يعني. بحطها لان هي مجمده، فمش هتشرب من الخلطه دي غير لما تحطها في خلطه البيض واللبن الاول. وتقدري تكرري العمليه دي 3 مرات، يعني تحطي في الحليب، وبعدين في الخلطه دي اللي هي المقرمشه دي، وبعدين في الحليب. يعني تقدري تكرريها 3 مرات، بحيث لو انت عايزه الطبقه تبقى سميكه اكتر من كده ومقرمشه اكتر من كده. بس انا بالنسبه لي كانت حلوه جدا. هنا بقى هخلص المقدار كله، وهنبتدي بقى إيه يعني زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما خلصت المقدار كله، يا اما تشيليها تاني في الفريزر ووقت ما تستخدميها، يعني هي بتبقى منقذة جدا بصراحة. واهم حاجة لما تيجي تقليها وهي مجمدة كده عادي، تحطيها في الزيت، بس يكون الزيت درجة الحرارة متوسطة، ما تكونش درجة الحرارة ولا هادية ولا تكون اللي هي على اعلى حاجة، لا تكون متوسطة. وبصراحة هي منقذة، يعني تقدري تعملي كمية وتشيلها في الفريزر. شايفين ما شاء الله زي الجاهزة بالظبط، واحسن كمان، لان طبعا انت ضامنة نظافتها وعاملاها على ايدك وعارفة انت حاطة فيها ايه. هنا بقى انا هجيب العيش اللي هو السوري، التومية دي احنا كنا عاملينها في الفيديو بتاع المدرسة بتاع الشاورما. فهي موجودة في فيديو يعني عشان ما اطولش الفيديو ما عملتهاش تاني في الفيديو. هنا هنحط تومية، وهنحط شرايح الفراخ المقرمشة دي، وهنحط بطاطس وخيار مخلل،
وهنبتدي بقى نحط كمان عليهم. تحطي بقى، تقدري عايزه تحطي جبنه، عايزه تحطي جبنه موتزاريلا يعني، او جبنه شيدر، او جبنه رومي، كاتشب، مايونيز، اللي انت عايزاه. وهتبتدي تلف الرغيف كده زي فكره ورق العنب بالظبط. هنا ما شاء الله شايفين انا عملت 9 سندوتشات. شوفي السندوتش الواحد بيتباع بكام في الايام اللي احنا فيها دي، يعني بجد ب8 سندوتش او 2 هتعملي الكميه دي كلها. وهبتدي بقى احمرهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.